أشتن تدعو من القاهرة إلى عملية انتقالية سياسية تشارك فيها الأحزاب المصرية. تقرير هشام مهران. على عكس زيارتها الأولى قبل أسبوعين، لم تطالب مفوضة السياسة الخارجية الأوروبية كاترين أشتون بالإفراج عن الرئيس السابق، بل أعادت تأكيد رسالة الاتحاد الأوروبي بضرورة وقف أعمال العنف وبدء عملية سياسية تشمل كل الأطراف بما فيها جماعة الإخوان المسلمين دون إقصاء لأحد. أؤكد أن الرئيس السابق محمد مرسي ليس معتقلا سياسيا، وإنما يواجه اتهامات سوف يبت فيها القضاء، والأمر كله أمام النيابة العامة. القرار المصري قرار وطني خالص، ما يحكمنا هو البيت المصري وليس البيت الأبيض. ووفق وزارة الخارجية المصرية، أكدت أشتون أن النظام السابق لم يحقق مطالب الشعب المصري، بينما رفض الإخوان طلبها مقابلة المرشد المتحصن في اعتصام رابعة العدوية، مطالبينها بمقابلة الرئيس الشرعي حسب وصفهم، كما جددوا شروطهم للمشاركة السياسية وأبرزها عودة الرئيس السابق. يعود الرئيس، تعود الدستور، يعود مجلس الشورى، ثم بعد ذلك نبدأ في قضية التعديلات الدستورية والانتخابات البرلمانية. إنما لا أظن أبدا أن أحد يتنازل عن الحد الأدنى الذي هو مصدر قوة لأصحاب الحق الشرعي. بالمقابل، جدد الجيش التأكيد على عدم التراجع مطلقا عن خارطة الطريق المعلنة، متهما الإخوان بتصعيد العنف مؤخرا لضمان خروج آمن لقياداتهم، وهو ما يرفضه الجيش والحكومة. لا تظهر في الأفق نهاية قريبة للأزمة السياسية الخانقة في مصر، فيما يخشى الشارع من سقوط مزيد من الضحايا في حال فض اعتصام جماعة الإخوان المسلمين بالقوة، بينما يواصل الجيش في صمت عملياته ضد الإرهاب في سيناء بعدما تمكن من اعتقال وقتل وإصابة نحو 200 مسلح خلال الأسابيع الأخيرة. هشام مهران، MTV، القاهرة.